استنى ما تقفلش الفيديو، عندي سؤال مهم جدا. لو قلتلك انك تقدر تعمل اغنية كاملة من غير مطرب ومن غير ملحن ومن غير استديو ومن غير حتى ما تعرف تغني، هتقول عليا ان انا بهزر صح؟ انا شخصيا اول ما سمعت الكلام ده قلت اكيد الناس دي شربت قهوة زيادة النهاردة. لكن المفاجأة ان الذكاء الاصطناعي بقى يعمل حاجات اغرب من الخيال. والنهاردة هوريكم موقع خطير اسمه ايزي ميوزك. الموقع ده ممكن يحول فكرتك او كلامك العادي لموسيقى واغاني في دقايق. يعني بدل ما تقعد اسبوع تدور على موسيقى مناسبة لفيديوهاتك او تحاول تلحن وانت اخر انجاز موسيقي ليك كان حط المعلقة في الكوباية، الموقع ده هيعمل الشغل كله تقريبا. أهلا بكم يا أصدقاء التكنولوجيا والإبداع في قناة عالم جودة التقنية، المكان اللي بنكتشف فيه أحدث وأغرب مواقع الذكاء الاصطناعي اللي بتوفر وقت ومجهود بشكل مش طبيعي. في الفيديو ده هنجرب موقع ايزي بي خطير، وده خطوة بخطوة، وهنشوف هل فعلا يستحق الضجة دي كلها، وهل الأغاني اللي بيعملها احترافية ولا مجرد أصوات أو روبوتات داخل في الخناقة. لو بتحب التكنولوجيا وصناعة المحتوى وكل حاجة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي يبقى الفيديو ده معمول مخصوص ليك. يلا بينا نبدأ قبل ما الذكاء الاصطناعي ياخد مكاني ويقدم الفيديو بدالي. كده هنفتح جوجل كروم، هنكتب في البحث هنا، هنكتب ايزي ميوزك، موقع ايزي ميوزك اللي انتوا شايفينه ده، هنكتبه كده موقع ايزي ميوزك زي ما انتوا شايفين. في بقى للموبايل وفي للكمبيوتر، فاحنا هنختار اول واحدة هنا. هو الموقع ده هنضغط عليه كده وهيفتح معانا بالواجهة دي ابتكر الموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي. الموقع اهو ايزي ميوزك، ليه خاصيات كتير بقى ودي بقى هنسجل من خلال انشاء حساب او بعرض عليك برضو اي حساب موجود عندك. هنضيف مثلا الجيميل ده او هننزل بجوجل هنجيب اي حساب من عندنا، هنختار وليكن الجيميل ده، اي جيميل موجود عندك هتديله بقى الصلاحية وهنقول متابعة هنا، هيقوم فاتح معانا بالواجهة دي كده. لو انت بقى بتدور على طريقة سهلة انك تعمل ميوزك او لحن سريع لفيديوهاتك او محتواك من غير ما تكوني خبيرة، فالفيديو ده ليكي. هنسجل من هنا كده، هنديله الصلاحية تم بنجاح زي ما انتوا شايفين. هنضغط هنا صفحة جديدة، هيظهر معانا بالواجهة دي. موقع ايزي ميوزك ده أداة بسيطة جدا بتساعدك انك تعمل موسيقى جاهزة او تعدل على اصوات ومؤثرات صوتية بشكل سريع وسهل جدا، ومش محتاج بقى اي خبرة قبل كده. زي ما انتوا شايفين هنضغط هنا مثلا، ده الاصدارات بتاعة الموسيقى. زي ما انتوا عايزين بقى بتختاروا الاصدار اللي انتوا عايزينه، وفي هنا الكلمات وفي هنا الأغنية، موجود الكلمات والعنوان والأسلوب. دي الكلمات بتاعت الأغنية، كل ده هيتمسح برضه، وده العنوان. هنيجي للعنوان كده نحذف دي، نكتب كده أغنية حزينة مثلا. كده خلصنا من الأغنية. العنوان بتاع الأغنية هي أغنية حزينة.
هنفتح كده اللي هو شات جي بي تي. طبعا احنا مسجلين عليه كل حاجة جاهزة. هنكتب عليه مثلا اكتب لي كلمات اغنية حزينة بالستايلات بتاعتها تكون كاملة، وهتحطها لشات جي بي تي. هو هيبدأ ان هو يكتب لك الاغنية، وزي ما انتوا شايفين كده عمل لك، بيقول لك دي اغنية حزينة كاملة باللهجة المصرية ومعاها ستايلات مناسبة لو استخدمتها في الموقع ده. ودي الستايلات المناسبة، وده عنوان الأغنية سبتيني ليه. هناخد احنا العنوان هي الستايلات المناسبة، ناخد العنوان ده. ده الستايلات اللي هو الأسلوب بتاع الكلام، هنحطه هنا، هنحذف ده أسلوب الأغنية، هنمسحه خالص زي ما انتوا شايفين، وهنحط احنا ايه الستايل والأسلوب بتاع الأغنية كده. كده خلصنا العنوان، وخلصنا ايه الستايل. بس كنا كاتبين العنوان بتاع الأغنية أغنية حزينة، هنحذفها ونكتب سبتيني ليه، ده عنوان الأغنية، عشان بس كل حاجة تبقى مظبوطة معانا، كل حاجة تمام كده، نسخ ولصق. بقت العنوان سبتيني ليه، عشان كده الأغنية تكون كاملة في الآخر تطلع لك أداء مظبوطة جدا. هنيجي بقى للمقطع الأول والمقطع التاني. دي بقى الأغنية، كلمات الأغنية هناخدها كده نسخ، ونروح تاني على الموقع بتاعنا اللي هو ايزي ميوزك، وهنحطها هنا في الكلمات، بس نحذف دي أول. بصراحة كده زمان كنا بنقعد ندور على موسيقى مناسبة بنفضل بالساعات، دلوقتي الموضوع بقى أسرع بكتير جدا، بضغطة واحدة ممكن تقدر ان انت تطلع صوت يخلي الفيديو بتاعك شكله احترافي جدا. زي ما انتوا شايفين كده حطيتها، بس هنحذف الحاجات دي. الموقع سهل جدا، اول ما بتدخل الموقع رقم واحد هتختار نوع الموسيقى اللي انت محتاجها، سواء هادي حماسي درامي اللي هو الستايلات اللي انا وريتها لكم قبل كده. وبعد كده بتحدد المدة اللي انت عايزها، وبعد كده بتضغط بقى جنريت، وفي ثواني هتلاقي الموسيقى جاهزة عندك للتنزيل. زي ما انتوا شايفين كده، كده مسحنا كل حاجة، وظهر عندك برضو الصوت آلي، صوت رجل، صوت أنثى. احنا هنختار اللي هو صوت البنت، عايزين الأغنية بصوت بنت، نضغط عليها كده، عندك 3 اختيارات، بس اخترنا البنت. وهنضغط عندك على توليد الموسيقى توليد الموسيقى دي هنضغط عليها، وخد بالك برضو من كام حاجة عشان تطلع بأفضل نتيجة. جرب أكتر من ستايل لحد ما توصل للصوت المناسب. كده بدأت الأغنية تحمل معانا دلوقتي، زي ما انتوا شايفين بتحمل اهي. متختارش موسيقى عالية قوي لو الفيديو فيه صوت وكلام، ودايما خليك متأكد ان الصوت مناسب لنوع المحتوى بتاعك. ويبدأ ان هو ينزل لك أغنيتين، في أغنية تختار منهم المناسبة ليك بقى. ولو أول مرة تستخدم الموقع ده اللي هو موقع ايزي ميوزك، صدقني هتتفاجئ قد ايه الموضوع سهل وبسيط جدا. وزي ما انتوا شايفين كده حطينا العنوان والكلمات بتاعتها، واخترت الصوت واخترت الستايل،
وبعد كده ضغطنا توليد الموسيقى لحد ما الموسيقى اتولدت زي ما انتوا شايفينها كده. ولدت قدامنا اغنيتين، اغنية صوتها جميل جدا، واغنية تانية برضو كويسة، بس في واحدة افضل من الاتنين. انت بتختار اللي انت عايزها وتحمل اللي انت عايزه، وهنيجي نشغلها كده مع بعض ونسمعها مع بعض كده. كده بيعرفك ان الاغنية بتاعتك جاهزة، وبنشغلها دلوقتي. ضغطنا عليها وبنشغلها. حبيبي لما بتقرب الدنيا في عيني بتنور، وكل لحظة بينا سوا قلبي ليك أكتر بيطور. إيدك أمان لروحي وصوتك أجمل غنوة، لو يوم تبعد عني يحزن قلبي ثانية. انت الحب اللي استنيته واجمل حلم انا لقيته، في حضنك بنسى الدنيا وعيش العمر حبيته. كل نظرة من عيونك تسرق قلبي وتاخده. ايه طريق تمشي انا عمري ما اسيبه، يكمل قصة حب اتكتبت بين اتنين. خليني جنبك دايما ونكمل عمرنا سنين. وزي ما انتوا شايفين كده شغلنا الفيديو، هنضغط على هنا دي المشاركة. هتشارك انت بقى على الفيس، على تويتر، على الواتس، على التليجرام، على تويتر، اي حاجة من في برضو كذا عرض قدامك. وهنا برضو هتضيف الأغنية في ألبومات لو انت عايز. انشأ ألبوم الآن، هتنقله بس اللغة العربية. انشأ ألبوم، واسم الألبوم هتكتب مثلا أغاني حزينة مثلا. يعني انت تقدر تعمل مجموعة كبيرة من الأغاني والألبومات كده بكل بساطة. تضغط عليها كده وكده الأغنية اتحولت على ألبوماتي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم والموقع كمان عجبكم، موقع ايزي ميوزك الرهيب. لو عايزة شروحات اكتر زي دي عن ادوات تساعدك في المحتوى وكمان المونتاج، اكتبيلي في الكومنتات وانا اعملك سلسلة كاملة ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.